بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة معاكم منهج الدراسات لسنة 2025. نبدأ بسم الله معاكم أول درس. سنة سعيدة علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. أول درس معانا هيكون في الجغرافيا. الدرس الأول: وطننا العربي، الموقع والمساحة. دي خريطة طبعا الوطن العربي. عندنا موقع الوطن العربي، في موقع جغرافي، وموقع فلكي. موقع جغرافي وموقع فلكي. ايه هو الموقع الجغرافي؟ هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. يعني لو عندك مثلا حتة أرض، هي بتقع فين؟ موقعها الجغرافي ايه؟ يعني ايه موقعها الجغرافي؟ يعني موقعها بالنسبة مثلا هل في بحر حواليها، هل في محيط، تمام، وايه اللي بيجورها من البلاد، او ايه اللي بيجورها من اليابس. يعني على سبيل المثال لو هنقول مصر موقعها ايه الجغرافي؟ موقعها الجغرافي يعني بتطل على ايه؟ من البحار او الانهار، وبيجورها ايه؟ من البلاد. ده هو الموقع الجغرافي. يبقى الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. بيقول لك يقع وسط قارات العالم القديم. مين هو اللي بيقع؟ الوطن العربي بيقع وسط قارات العالم القديم، وبيمتد في قارة آسيا وأفريقيا. زي ما احنا كده شايفين قدامنا على الخريطة، في آسيا وأفريقيا، آسيا وأفريقيا. طيب، بيطل بقى على ايه؟ بيطل على محيطين وثلاثة بحار وثلاثة خلجان. ركز معايا، بيطل على محيطين، ثلاثة بحار وثلاثة خلجان. ايه هم المحيطين؟ المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. المحيط الهندي بيكون على يمين الخريطة. المحيط الهندي بيبقى قريب من الهند، ولذلك علمها بإيه؟ بأنه على يمين الخريطة قريب من دولة الهند، المحيط الهندي. والمحيط الأطلنطي على شمال الخريطة، بيكون بجوار إيه؟ بجوار أو بتطل عليه دولة المغرب وموريتانيا. ده المحيط الأطلنطي. طيب، ثلاثة بحار. إيه هما الثلاثة بحار؟ عندك البحر المتوسط، البحر المتوسط. إيه تاني؟ البحر الأحمر، والبحر الأحمر. إيه التالت؟ البحر العربي، البحر العربي اللي هو بجوار المحيط الهندي. طيب، ثلاثة خلجان. إيه هما الثلاثة خلجان؟ الخليج الأول وهو الخليج العربي، الخليج العربي أهو، الخليج العربي. وخليج عمان بجوار الخليج العربي، خليج عمان. خليج عمان هتلاقيه هنا بجوار ايه؟ بجوار دولة عمان، ولذلك اسمه ايه؟ خليج عمان. طيب، وايه الخليج الثالث؟ خليج عدن، خليج عدن ما بين الصومال وبين اليمن وجيبوتي، خليج عدن. طيب، معلومة كده بيقول لك تمتلك كل الدول العربية سواحل تطل على البحار أو المحيطات أو الاثنين معا. يعني كل الدول العربية عندها سواحل. يبقى دي كمعلومة، كل الدول العربية تمتلك سواحل بتطل بقى على بحار أو محيطات أو الاثنين مع بعض. يعني في دول عندها بتطل على بحار، وفي دول بتطل على محيطات، وفي دول بتطل على الاثنين معا. طيب، ده بالنسبة للموقع الجغرافي. عليك انك تحفظ الموقع الجغرافي كتعريف، وبيطل على ايه، وبيقع الوطن العربي بين قارة ايه وايه. نيجي بعد كده للموقع الفلكي. ايه هو الموقع الفلكي؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طبعا احنا عارفين ان الكرة الأرضية مقسمة إلى خطوط طول ودوائر عرض. يبقى الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض.
فبيقول لك بيمتد هنا الوطن العربي بين خطين طول، احفظهم دول، بين خطي طول 60 شرقا و17 غربا. اهي على الخريطة خط طول ايه 60 اهو على الخريطة اهو، 60 شرقا في الشرق و17 غربا، و17 ايه غربا. طيب وبين دائرتي عرض 37 درجة و30 شرطة شمالا، اهي 37 درجة و30 شرطة شمالا في الشمال اهو الشمال، تمام شمالا. خلي بالك هنا اهو جايب لك اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب عشان يسهل عليك الخريطة. ويقع بين دائرتي عرض 37 درجة و30 شرطة شمالا اهو في الشمال، و2 درجة جنوبا، 2 درجة جنوبا، عدا دولة جزر القمر. يبقى كل دول الوطن العربي بتقع بين دائرتي عرض 37 و30 شرطة شمالا في الشمال و2 جنوبا، ما عدا دولة واحدة اللي هي مين؟ دولة اسمها جزر القمر، وهي الدولة العربية الوحيدة اللي بتقع خارج النطاق الفلكي. يبقى هنا لو قال لك جميع الدول العربية تقع داخل نطاق فلكي واحد، يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ خطأ. طيب خطأ ليه؟ عشان عندك دولة جزر القمر خارج النطاق الفلكي ده. طيب دولة جزر القمر بتقع فين؟ بتقع جنوب دائرة الاستواء. فين دائرة الاستواء؟ أدي دائرة الاستواء، هي بتقع في الجنوب بقى، جنوب دائرة الاستواء هنا هو. طيب عند تقاطع ايه؟ عند تقاطع خط طول 44 شرقا، 44 شرقا اهو في الشرق، ودائرة عرض 12 جنوبا بالمحيط الهندي، ودائرة عرض ايه 12 جنوبا. نحفظهم دول عشان بيجوا في الامتحان. معلومة هنا بيقول لك يمر في الوطن العربي دائرتي عرض، يمر في الوطن العربي دائرتي عرض رئيسيتين. ايه هما؟ طيب هما دائرة الاستواء اهي، دائرة الاستواء، ومدار السرطان. مدار ايه؟ السرطان، ادي مدار السرطان اهو. يقع في الشرق عندك 3 حاجات، ايه هما؟ الخليج، ادي الشرق طبعا، الخليج العربي، الخليج العربي اهو، وخليج عمان يبقى خليجين، وايه تاني؟ والبحر العربي، يبقى الخليج العربي، البحر العربي، وخليج عمان، خليجين وبحر، دول بيقعوا في الشرق، وادي مكانهم على الخريطة. طيب في الجنوب ادي عندنا الجنوب، في عندك المحيط الهندي، ادي المحيط الهندي في الجنوب، والصحراء الكبرى اهي الصحراء الكبرى على الخريطة، الجنوب المحيط الهندي والصحراء الكبرى. يبقى في الجنوب المحيط الهندي والصحراء الكبرى اللي هم جنوب الوطن العربي. طيب في الغرب بقى، في الغرب ايه؟ المحيط الأطلنطي، في الغرب ادي الغرب المحيط الأطلنطي، تحفظ دول. طيب ادي هنا السؤال اللي قلت لك عليه اللي ممكن يجي لك، اكتب كلمة صواب او خطأ. تقع جميع دول الوطن العربي في نطاق فلكي واحد. الإجابة طبعا خطأ، وقلنا خطأ ليه؟ عشان دولة جزر القمر هي الدولة الوحيدة اللي بتقع خارج النطاق الفلكي، بتقع عند تقاطع خط طول 44 درجة شرقا ودائرة عرض 12 ايه جنوبا، زي ما احنا كده ايه شايفين على الخريطة. في هنا سؤال برضو بيقول لك ما نتائج، هيقول لك كده ايه، ما نتائج امتداد حدود الوطن العربي مع ظواهر طبيعية المحيطات لبحار جبال صحراء. ايه النتائج بقى؟ ايه اللي نتج؟ اقول ساعد ذلك على احتفاظه، احتفاظ مين؟ اللي هو الوطن العربي، احنا بنتكلم عن الوطن العربي. ساعد على احتفاظه بشخصيته العربية المميزة بين الأمم. الحاجة الثانية اتصاله بالعالم الخارجي، لأن هم مع بعض، أو الدول العربية يعني مع بعضها، فده حافظ على شخصيته العربية المميزة بين الأمم، ما كانش فيه دول غريبة وسط الوطن العربي.
الحاجة التانية ايه؟ اتصاله بالعالم الخارجي. ليه بقى؟ عشان خاطر المحيطات والبحار والجبال والصحراء ده ايه؟ ساعد على اتصاله ايه؟ اتصاله بالعالم الخارجي. نيجي هنا بعد كده الى مساحة ودول الوطن العربي. مساحة الوطن العربي بتبلغ نحو 13 مليون كيلو متر مربع. يبقى نحفظها دي، مساحة الوطن العربي نحو 13 مليون كيلو متر مربع. طيب ايه هو عدد الدول الوطن العربي؟ عدد دول الوطن العربي 22 دولة، بتتوزع بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. ده الجنب الخاص بآسيا، وده الجنب الخاص بقارة أفريقيا. طيب ولذلك دول الوطن العربي مقسمة إلى إيه؟ إلى جزئين. جزء اسمه دول الجناح العربي الآسيوي، دول الجناح العربي الآسيوي وعددها 12 دولة. وفي دول الجناح العربي الإفريقي وعددها 10 دول. إيه هم طيب دول الجناح العربي الآسيوي؟ خليك حافظهم كويس. عندك دول الخليج ودول الشام. دول اللي فين؟ دول اللي موجودين في الجناح العربي الآسيوي. دول الخليج ودول ايه؟ الشام، اللي هم كانوا ما يعرفوا باسمهم ايه؟ الشام. طيب ايه هم؟ عندك فلسطين، هم على الخريطة اهو جنب بعض، فلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق جنب بعض هم فوق عشان تبقى عارفهم. فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، دول أول 5. طيب دول الخليج اللي احنا بنقول عليهم دول الخليج مين هم؟ الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن. احفظهم كده هتلاقيهم ايه؟ سهلين معاك. طيب ايه هم دول الجناح العربي الأفريقي اللي هم بيقعوا في قارة أفريقيا؟ عندك مصر على الخريطة اهم، والسودان، ليبيا، تمام، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال جنب بعضهم، وجزر القمر اللي هي ايه؟ لوحديهم. تمام. طيب هنا مثلا ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ من دول، اللي هو سؤال اختياري يعني، من دول الجناح العربي الافريقي جزر القمر، البحرين، لبنان، فلسطين. طبعا وانت مغمض هي جزر القمر، ان البحرين ولبنان وفلسطين دول ايه؟ تبع الجناح العربي الاسيوي. نيجي بعد كده على التدريب الاول. اول حاجه بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. بيمتد الوطن العربي في قارتين. طبعا قلنا احنا ايه؟ قارتين ايه هما؟ افريقيا واسيا. يبقى الاختيار الاول افريقيا واسيا، ده هو الاختيار الاول. 2. يفصل نقط بين جناحي الوطن العربي. فين جناحي الوطن العربي؟ قلنا عندك الجناح الاسيوي والجناح الافريقي. ايه اللي بيفصل بينهم؟ زي ما احنا كده شايفين على الخريطه مين؟ البحر الاحمر. يبقى الاختيار هيكون ايه؟ البحر الاحمر. طيب رقم 3 بيقول لك تطل معظم دول الجناح العربي الافريقي على. معظم دول الجناح العربي الافريقي، ادي دول الجناح العربي الافريقي، الدول معظمها على ايه؟ بتطل على ايه معظمها؟ على البحر المتوسط. اهي زي ما شايفين على الخريطه البحر ايه؟ المتوسط. الدولة العربية التي تقع عند تقاطع دائرة عرض 12 درجة جنوبا وخط طول 44 شرقا، قلنا ايه هي اللي بتقع عند التقاطع ده؟ بالظبط كده، دولة جزر القمر. يبقى جزر الاختيار هي ايه؟ جزر القمر. 5. الدولة العربية التي تطل على بحر ومحيط معا دولة. بص كده على الخريطة معايا، لو بصيت على الخريطة الدولة العربية اللي بتطل على بحر ومحيط. طيب ممكن الخريطة دي ما تبين لناش، ايه اللي بيبين لنا هنا؟ الخريطة دي ايه الدولة اللي بتطل قدامك هنا على بحر ومحيط؟ الدولة العربية اللي بتطل على بحر ومحيط هي المغرب. هي ايه؟ المغرب. ايه البحر؟ البحر المتوسط اهو. وايه المحيط؟ المحيط الاطلنطي. المحيط ايه؟ الاطلنطي. يبقى هنا الاختيار هيبقى ايه؟ المغرب.
ان هو ايه في الاختيارات هنا بيقول لك ايه العراق، العراق طبعا لا. الجزائر، الجزائر على البحر المتوسط بس. سوريا، سوريا على البحر المتوسط بس. لكن ايه اللي بتطل على بحر ومحيط مع بعض؟ هي دولة المغرب. 6. الدولة العربية التي تقع في نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي. هنا سؤال يعني ايه ذكاء شوي. دولة عربية بتقع في نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي. طب ايه اللي بيقسم الكرة الأرضية إلى شرق وغرب؟ هو خط جرينتش. خط مين؟ جرينتش. طب ايه الدولة اللي قاعدة في الشرق وقاعدة في الغرب؟ بالظبط كده، هي الجزائر. هي دولة مين؟ الجزائر. يبقى لو بصينا على الاختيارات هنا هتلاقي دولة الجزائر. أكمل المخطط التالي. المخطط ده طبعا اللي هو ايه؟ حدود الوطن العربي اللي احنا قلنا نحفظهم، اللي هم دول. طيب عندنا قلنا في الشمال، في الشمال مين عندنا؟ جبال طوروس، ادي جاب لك واحده. وايه الثاني؟ الثاني اللي هو البحر المتوسط. يبقى انت كده هتكتب هنا ايه؟ المتوسط. طيب في الشمال الشرقي قلنا عندنا نوعين من الجبال، ايه هما؟ ايوه بالظبط كده، جبال زاجرس وجبال ايه؟ كردستان. يبقى هنا نكتب جبال زاجرس وجبال ايه؟ كردستان. تمام كده؟ طيب رقم 3 في الشرق. الشرق قلنا فيه 3 حاجات، خليك دايما حافظهم. البحر العربي يبقى على طول تحتها الخليج العربي على طول. البحر العربي تحتها الخليج العربي عشان تبقى ايه؟ عارف تحفظهم. البحر العربي يبقى الخليج العربي. طيب وايه تاني؟ وخليج عمان. خليج عمان. طيب في الجنوب، في الجنوب عندك محيط وصحراء. الصحراء هي اسمها ايه؟ قلنا زي ما احنا قلنا هنا الصحراء الكبرى. الصحراء ايه؟ الكبرى. طيب والمحيط ايه هو؟ المحيط اللي في الجنوب. اللي في الجنوب قلنا اللي هي هيبقى هنا الى حد كبير قريب من الهند. قريب من الهند، تحفظها كده. يبقى المحيط الهندي. المحيط ايه؟ الهندي. بنكتب الهندي. طيب في الغرب المحيط مين؟ هو مفيش غيره، المحيط الأطلنطي. تكتب المحيط الأطلنطي. هنا نشاط بيقول لك لون دول الجناح العربي الأفريقي بالأخضر ودول الجناح العربي الآسيوي بالأصفر. بعد التلوين سيظهر لك رقم اللون بالأصفر على ما يدل هذا الرقم. الرقم هنا اللي هيظهر لك لو أنت خططت كده باللون الأصفر ومعاك ألوان هتلاقي هنا لبنان كده اهو. أنا بص أعملها لك بالقلم عشان طبعا ما فيش ألوان. لبنان والبحرين واليمن والأردن والعراق والسعودية. طيب وإيه تاني؟ وعندك هنا عمان والكويت وسوريا والإمارات وفلسطين وقطر. لو خدت بالك هنا الرقم ده إيه اللي أنا خططت بيه؟ لما أنت تخططه بالألوان هتلاقيه رقم 22. طيب 22 ده إيه؟ على ما يدل، بيقول لك على ما يدل هذا الرقم ده بيدل على عدد الدول العربية. أهمية موقع الوطن العربي. عندك 3 أنواع للأهمية: أهمية حضارية، وأهمية دينية، وأهمية اقتصادية واستراتيجية. أول حاجة الأهمية الحضارية. ليه الوطن العربي ليه أهمية حضارية؟ وده بسبب قيام الحضارات القديمة على أرضه، زي الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية، حضارة بلاد العراق القديم اللي هي باسمها بلاد ما بين النهرين، حضارة بلاد اليمن، حضارة بلاد الشام. هيجي لك سؤال هنا بيقول لك أي من الحضارات الآتية نشأت في الجناح العربي الأفريقي؟ خلي بالك هنا في السؤال الجناح العربي الأفريقي. طيب الشام مش تبعنا، اليمن مش تبعنا، والعراق مش تبعنا، كل ده تبع الجناح العربي الآسيوي. ايه الوحيدة اللي تبع الجناح العربي الأفريقي؟ حضارة أو الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة. يبقى الاختيار هنا هيكون الحضارة الفرعونية. طيب نيجي للأهمية الثانية وهي الأهمية الدينية. بيقول لك إن الوطن العربي اكتسب قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. ليه طيب؟ بسبب ايه؟ بسبب حاجتين، وخلي بالك عشان ده بيجي سؤال في الامتحان.
الحاجة الأولانية إنه مهد للديانات السماوية الثلاثة. مهد للديانات، يعني الديانات السماوية الثلاثة اللي هي اليهودية والمسيحية والإسلامية قاموا أو نشأوا فين؟ في الوطن العربي، ومنه انتشر للعالم كله. رقم 2، بتوجد في أماكن مقدسة بيقصدها الناس للزيارة، زي الكعبة المشرفة في السعودية، الناس بتروح تحج، زي المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة المهد الموجودين في فلسطين. طيب نيجي بعد كده للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. الأهمية اقتصادية، خلي بالك دول حاجتين، اقتصادية واستراتيجية. طيب أول حاجة بسبب إيه بقى ليه أهمية؟ أول حاجة تنوع موارده الاقتصادية. تنوع موارده الاقتصادية. ليه موارده الاقتصادية متنوعة؟ بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به. الأقاليم المناخية كل بلد وليها الجو بتاعها، في اللي بتبقى حر وفي اللي بتبقى شتاء. الحياة النباتية كل بلد وليها النبات الخاص بيها، كل بلد مشهورة بنبات بتزرع أو نباتات بتزرعها. تكوينات جيولوجية به. التكوينات الجيولوجية كل بلد مختلفة عن التكوينات الجيولوجية الموجودة فيه. طيب 2، وجود البترول والغاز الطبيعي في أرضه. الوطن العربي غني بالثروات المعدنية، البترول والغاز الطبيعي، ودول مهمين جدا 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 في الاقتصاد. طيب 3، تحكمه في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة، وتخلي بالك من دي خالص خالص خالص. هنا عندنا برضو السؤال ده عشان ما ننساهوش، بيقول لك ايه؟ ما المقصود بالأهمية الاستراتيجية؟ الأهمية الاستراتيجية هي الأهمية وقت الحرب والأزمات والسلم. يبقى لما يقول لك ايه المقصود بالأهمية الاستراتيجية، هتقول له هي الأهمية وقت الحرب والأزمات والسلم. طيب نيجي هنا، ليه بقى الوطن العربي بيتحكم في طرق التجارة العالمية خلال العصور التاريخية المختلفة؟ وده بسبب أكتر من حاجة. أول حاجة موقعه المتوسط بين قارات العالم، بيقع بين، لو احنا شايفين كده، بين قارات العالم. الحاجة التانية إشرافه على 3 أذرع مائية. إشرافه على 3 أذرع مائية. إيه هم بقى؟ البحر المتوسط، أدي البحر المتوسط أهو، تمام؟ البحر الأحمر والخليج العربي. تخلي بالك من الثلاثة دول، البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. طيب بعد كده تحكمه في 4 ممرات مائية مهمة، واللي بتتحكم في طرق الملاحة العالمية، وده بيزيد أهميتها وقت الحرب والصراعات الدولية. لما يكون في حروب بتزيد أهميتها، وده زاد من أهمية الوطن العربي الاقتصادية والاستراتيجية اللي احنا قلنا عليها. طيب ايه هم الممرات دول؟ عندك أول حاجة مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق. دول 4 حاجات. طيب هنا بقى لو جالك سؤال بيقول لك بما تفسر تنوع الموارد الاقتصادية في الوطن العربي، هتقول له ايه؟ وذلك بسبب تنوع الأقاليم المناخية والحياة النباتية والتكوينات الجيولوجية به. طيب ايه هي بقى الممرات المائية اللي في الوطن العربي؟ عندك 4 اللي احنا قلنا عليهم. مضيق هرمز اهو، ده مكانه على الخريطة، بيصل بين ايه؟ خلي بالك بيصل بين ايه وايه، وبيشرف عليه ايه الدول اللي بتشرف عليه. الحاجتين دول تخلي بالك منهم. مضيق هرمز بيصل بين مين ومين؟ بين اهو الخليج العربي وخليج عمان. طيب يبقى المحيط الهندي بتشرف عليه او بيشرف عليه ايه الدول اللي بتشرف عليه؟ عمان وايران، زي بعض هم في الاسم، عمان وايران. ده بالنسبة لمضيق هرمز. 2، مضيق باب المندب بيصل بين مين ومين؟ بين البحر الأحمر وخليج عدن، وبتشرف عليه ايه بقى؟ بتشرف عليه جيبوتي واليمن، جيبوتي واليمن. طيب وده تحت إشراف عربي خالص، طبعا التنين دول عربية. رقم 3 قناة السويس، وبتصل بين مين ومين؟ بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبتتحكم فيها مين؟ اللي بتتحكم فيها مصر بس، إن هي قناة السويس في مصر فقط. طيب بعد كده 4 مضيق جبل طارق،
وده بيصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، واللي بتشرف عليه المغرب وأسبانيا. المغرب ومين؟ وأسبانيا. ده بالنسبة للأربع ممرات المائية. دي معلومة إسرائيلية طبعا عن قناة السويس وتطوير إيه؟ قناة السويس. طيب هنا في سؤال بيقول لك: ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية؟ يعد مضيق باب المندب مضيق آسيوي خالص. طيب مضيق باب المندب إزاي مضيق آسيوي خالص؟ لا، خطأ. ليه بقى؟ عشان عندك جيبوتي واليمن. اليمن تبع آسيا، لكن جيبوتي تبع أفريقيا، يبقى الإجابة دي خطأ. تمام؟ لأنه يبقى هتقول له إيه؟ بسبب إشراف، لأنها تشرف عليه جيبوتي واليمن، والجيبوتي من دول الجناح الأفريقي. خلي بالك من التركات دي اللي بتغلطك في الامتحان. طيب أهمية موقع الوطن العربي الاستراتيجية، اللي هي قلنا أهميته إيه؟ أهميته أثناء الحرب والسلم والأزمات. ترتب على أهميته بقى الاستراتيجية إيه بقى؟ إنه تعرض، أو الوطن العربي تعرض للاستعمار الأوروبي. طيب والاستعمار الأوروبي عمل إيه ده في الوطن العربي؟ أول حاجة نهب خيرات الوطن العربي. طبعا إحنا قلنا الوطن العربي مليء بالخيرات المعدنية والثروات إيه؟ والثروات المعدنية زي البترول وزي الغاز الطبيعي وغيره. 2. قسم الوطن العربي لدول مختلفة في المساحة وعدد السكان، وبتفصل بينها حدود سياسية مصطنعة. لو انت شايف كده الوطن العربي كله حاجة واحدة. التقسيمات اللي بين الدول العربية دي حدود سياسية مصطنعة، اللي عملها مين؟ الاستعمار الأوروبي. 3. ظهور بعض المشكلات السياسية. مع التقسيمات ظهر بعض المشكلات السياسية زي مشكلة فلسطين، واللي احنا عارفينها اللي ما زال شعبها بيكافح في سبيل الحصول على الاستقلال حتى الآن. مشكلة المدن المغربية زي سبتة ومليلة بينها وبين أسبانيا، إن أسبانيا مسيطرة على سبتة ومليلة، وده من القرن ال15 ميلادي. طيب مشكلة بعض الجزر الإماراتية، الإمارات وإيران، وإن إيران مسيطرة على بعض الجزر الإماراتية زي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ده من سنة 1971. مشكلة دارفور، مشكلة جنوب السودان، وده نتج عنه تقسيم السودان سنة 2011 لدولتين، جمهورية السودان ودولة جنوب السودان. طيب هنا ممكن سؤال يقول لك: الحدود بما تفسر. الحدود السياسية التي تفصل بين الدول العربية حدود مصطنعة. هتقول له بسبب الاستعمار، أو بسبب تعرض الوطن العربي للاستعمار الأوروبي، واللي قسمها إلى حدود سياسية مصطنعة. نيجي هنا للتدريب الثاني. اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. مسجد قبة الصخرة من الأماكن المقدسة في دولة، على طول أنت مغمض، دولة إيه؟ فلسطين. قلنا قبة الصخرة والمسجد الأقصى في دولة فلسطين. يجري في الوطن العربي على 3 أذرع مائية، هي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وقلنا مين معانا؟ الخليج العربي، اللي قلت لك ركز عليهم أهم 3 أذرع مائية، البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. طيب 3. زاد موقع مصر أهمية بالغة بسبب تحكمه في اللي موجود في مصر بالظبط كده، قناة السويس. 4. ما زال شعب نقط يكافح في سبيل الحصول على الاستقلال. مين اللي لسه بيكافح؟ شعب فلسطين. رقم 2 بيقول لك أكمل الجدول الآتي. هنا جايب لك المضيق ويصل بين إيه والدول المشرفة عليه. طيب عندك يا سيدي المضيق، مضيق هرمز. مضيق هرمز هنا اهو، هنرجع للخريطة عشان تبقى فاكر. ادي مضيق هرمز بيصل بين مين ومين؟ قلنا بين الخليج العربي وخليج عمان. يبقى هتكتب هنا ايه؟ الخليج العربي وخليج عمان. طيب ايه الدول المشرفة عليه؟ قلنا مضيق هرمز، اللي قلنا شبه بعض، عمان وايران اهم جنب بعض. عمان وايران هم اللي بيشرفوا عليه، يبقى هنا عمان وإيران. طيب مضيق باب المندب، ادي على الخريطة اهو، مضيق باب المندب اهو، بيصل بين مين ومين؟ قلنا بين البحر الأحمر وخليج عدن.
البحر الأحمر، البحر الأحمر وخليج عدن. طيب ايه الدول المشرفة عليه؟ قلنا اللي هم واحدة افريقيا وواحدة اسيا. قلنا جيبوتي ومين؟ واليمن. جيبوتي واليمن اهو مع الخريطة، جيبوتي وايه؟ واليمن. يبقى جيبوتي واليمن. طيب نيجي لمضيق جبل طارق. قلنا بيصل مين ومين؟ اللي فوق البحر المتوسط وايه؟ والمحيط الاطلنطي. اهو ادي المضيق، ادي البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي. يبقى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. طيب ومين المشرف عليه؟ قلنا اللي هما دولتين، المغرب ومين؟ وأسبانيا. المغرب ومين؟ وأسبانيا. طيب هنا نقول إيه؟ المغرب وأسبانيا. رقم 3، دلل جغرافيا على صحة العبارة التالية: قامت العديد من الحضارات القديمة على أرض الوطن العربي. دلل جغرافيا، قلنا إيه الحضارات القديمة اللي على وطن، اللي قامت على الوطن العربي. طيب هقول له حيث قامت، حيث قامت، حيث قامت الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية، وكذلك حضارة مين؟ بلاد العراق القديم. حضارة بلاد العراق القديم. وإيه تاني؟ وحضارة بلاد اليمن. وإيه تاني؟ وحضارة بلاد الشام. طيب رقم 4، بما تفسر للوطن العربي قيمة روحية عظيمة في نفوس سكان العالم. ليه بقى؟ أول حاجة قلنا عشان خاطر إيه؟ قلنا عشان خاطر أهو أدي نفس السؤال، قلنا عشان خاطر إيه؟ حاجتين. إيه هما الحاجتين دول؟ هتقول لأن الوطن العربي واحد. لازم ايه تذكر له كده انت عشان يبقى ايه انك ايه يعرف ان انت فاهم. تمام. اول حاجه ايه؟ انه مهد الديانات السماويه الثلاثه. مهد الديانات السماويه الثلاثه. طبعا المكان مش هيكفي، انا هقولهم لك ايه كده. مهد الديانات السماويه الثلاثه اللي هي اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه، ومنه انتشر للعالم كله. تمام. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ انه بتوجد بيه اماكن مقدسه بيقصدها الناس للزياره، زي الكعبه المشرفه في السعوديه، والمسجد الاقصى، وقبه الصخره، وكنيسه المهد في فلسطين. تذكر له كل ده الحاجتين دول عشان يعرف ان انت فاهم ايه بالظبط. نيجي هنا للسؤال الثاني: تحكم الوطن العربي في طرق التجاره العالميه خلال العصور التاريخيه المختلفه. وده بسبب، هتقول له وذلك بسبب. طيب هنا طبعا المكان مش هيكفي، هنكتب هنا، انا كاتبهم طبعا ومجهزهم. بص هنا بيقول لك ايه، هتقول له وذلك بسبب: اول حاجه موقعه المتوسط بين قارات العالم. رقم 2، اشرافه على 3 اذرع مائيه مهمه، واللي هم البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي. 3، تحكمه في 4 ممرات مائيه مهمه، واللي بتتحكم في طرق الملاحه العالميه، زي ايه؟ مضيق هرمز، مضيق باب المندب، قناه السويس، ومضيق جبل طارق. تذكر له ده كله عشان يعرف ان انت فاهم السؤال وفاهم الاجابه عليه. رقم 5، بيقول لك ما العلاقه بين الاستعمار الاوروبي والمشكلات السياسيه في الوطن العربي؟ هتقول له لان الوطن العربي اتعرض للاستعمار الاوروبي، واللي قسموا الى دول مختلفه في المساحه. نكتبها طيب مع بعض. هتقول له وذلك لأن
معلش هو الخط ايه ممكن يكون مش حلو يعني، معلش. الوطن العربي تعرض للاستعمار الأوروبي والذي قسمه إلى دول مختلفة في المساحة ويفصلها عن بعضها حدود سياسية مصطنعة، والذي نتج عن ذلك بعض المشكلات السياسية مثل مشكلة فلسطين ومشكلة بعض الدول المغربية. ممكن تقول برضو مشكلة دارفور ومشكلة جنوب السودان ومشكلة الإمارات أو مدن الإماراتية. تمام، ده بالنسبة للتدريب الثاني. أهم نقاط الدرس بقى الوطن العربي. الوطن العربي مساحته 13 مليون كيلومتر مربع، بيتكون من 22 دولة. موقع الوطن العربي، الموقع الجغرافي. الموقع ده بالنسبة ايه؟ قلنا الموقع الجغرافي اللي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. بيقع في قلب العالم وسط قارات العالم القديم، بيمتد في قارتي آسيا وأفريقيا، بيطل على محيطين وثلاثة بحار وثلاثة خليجان. المحيطين هم المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي. 3 بحار، البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربي. 3 خليجان، الخليج العربي، خليج عمان وخليج عدن. الموقع الفلكي وهو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، بيمتد بين خطي طول 60 درجة شرقا و17 غربا، ودائرتي عرض 37 درجة و30 شرطة شمالا و2 درجة جنوبا. بتقع دولة جزر القمر خارج نطاق الموقع الفلكي للوطن العربي، حيث تقع جنوب دائرة الاستواء عند تقاطع خط طول 44 درجة شرقا ودائرة عرض 12 جنوبا من المحيط الهندي. حدود الوطن العربي قلنا في الشمال جبال طروس والبحر المتوسط، في الشمال الشرقي جبال كردستان وجبال زاجرس، في الشرق الخليج العربي خليج عمان والبحر العربي، في الجنوب المحيط الهندي والصحراء الكبرى، في الغرب المحيط الأطلنطي. أهمية موقع الوطن العربي الحضارية: قامت على أرضه حضارات قديمة مثل الحضارة المصرية القديمة، حضارة بلاد العراق القديم، وحضارات بلاد اليمن، وحضارات بلاد الشام. الدينية: بيعد مهد للديانات السماوية الثلاث، وتوجد به أماكن مقدسة زي الكعبة المشرفة في السعودية والمسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة المهد في فلسطين. الاقتصادية والاستراتيجية: بتتنوع موارده الاقتصادية، وجود البترول والغاز الطبيعي في أرضه تحكمه في طرق التجارة العالمية، وده بسبب موقع المتوسط بين قارات العالم، إشرافه على 3 أذرع مائية مهمة وهي البحر المتوسط، البحر الأحمر والخليج العربي، تحكمه في 4 ممرات مائية مهمة وهي مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، وقناة السويس. الأهمية الاستراتيجية: وهي قلنا الأهمية وقت الحرب والأزمات والسلم. ونتج عن أهمية الوطن العربي الاستراتيجية تعرض الاستعمار الأوروبي اللي نهب خيراته وقسمه لدول مختلفة في المساحة وعدد السكان وظهور بعض المشكلات السياسية.